نجيب بقى بطرمان الخيار المخلل بعد 5 ايام ونفتح كده ونشوف اسهل واحلى وانجح طريقه هتعملوا بيها الخيار المخلل في البيت. طعمه حلو قوي. اول حاجه يا جماعه هنجيب البرطمان الحلو ده بعد ما غسلناه ونضفناه متعقم تماما. نفتح كده وهنزل فيه كده بلترين من الميه من الحنفيه عادي بالشكل ده. ومعايا بقى الخيار البلدي الحلو. شايفين حجم الخيار معانا؟ الخيار البلدي اللي بيكون ناشف هو ده بيكون افضل نوع خيار للمخلل. معايا تقريبا 1.5 كيلو من الخيار، ومعايا كمان حزمه كده من النعناع ولاففها كده بخيط. طبعا بعد ما غسلنا الخيار كويس جدا جدا وكمان النعناع هنسيبهم كده على جنب. معانا كده اول حاجه كيس من الملح الناعم، لو عندنا ملح خشن نقدر نستعمله زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل بنص الكيس ونبدا ندوب الملح، نقلب كده في الميه بالملح. شايفين؟ بعد ما دوبنا الملح يا جماعه تماما، وعلشان نتاكد ان الملح اتفاعل مع الميه والملح مظبوط كمان، معايا بيضه كده غسلها ونضيفه. هننزل بالبيضه كده في الميه. لو البيضه طلعت على سطح الميه تبقى كده درجه الملوحه معايا مظبوطه، اما لو نزلت تحت في قاع الميه تبقى كده الميه عذبه معانا ومحتاجه ملح. هنزل كده بالبيضه اهو بالشكل ده. بسم الله. شايفين؟ البيضه طلعت كده على سطح الميه، تبقى كده درجه الملوحه مظبوطه معايا. في المرحله دي نبدا ننزل بالخيار بتاعنا بالشكل ده. نشيل بقى البيضه، بس قبل ما ننزل بالخيار هننزل بباقي المكونات علشان ندوبهم مع بعض. معايا اول حاجه السكر، هيوازن طعم الملح وكمان هيدي تسكيره حلوه للخيار وكمان هيخليه قرمش كده. على لترين الميه هنزل كده بمعلقتين كبار من السكر. 1 2. كمان هنحتاج لفنجان من الخل الابيض، هنزل كده بفنجان. معايا كمان ليمونايه هقطعها رباع بالشكل ده اهو. شايفين؟ نبدأ نعصر كده الليمونة بالشكل ده وننزل بالقشر. كمان معايا نص راس من التوم، نقطعها كده بالراحة بالشكل ده. شايفين؟ بس كده، ده كل اللي هنعمله في التوم. طبعا التوم معانا مغسول بالشكل ده. معايا كمان قرون فلفل حار، هنزل كده بقرن واحد مع حزمة النعناع اللي غسلناها وربطناها كده. هنبدأ ننزل بيها، نقلب المكونات الحلوة دي مع بعض، نقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب. البطرمان بتاعنا اهو هنسيبه كده على جنب بأي خلة عندنا كده، وهنبدأ نخرم كده في الخيار بالراحة كده اهو من كل الأجناب بالشكل ده. بعد ما خرمنا كمية الخيار بتاعتنا كلها هنبدأ ننزل كده في المية اللي عملناها بالمحلول الحلو ده. شايفين؟ بالشكل ده. وهننزل بالخيار اهو. شايفين شكله؟ شوية كده من الخل فوق، حلو قوي قوي. نحط فوق كده كمان قرن فلفل حار هيديلنا شكل حلو. شوية كده من زيت الزيتون على الوش، ونبدأ نقفل البرطمان بتاعنا. شايفين؟ نقفله، مهم جدا نقفله بإحكام بكل سهولة في البيت. أحلى برطمان. شايفين شكله حلو ازاي؟ كده معانا الخيار المخلل جاهز. هنسيبه 3 ايام ونشوف شكله بقى عامل ازاي. نجيب بقى برطمان الخيار المخلل بعد 5 ايام ونفتح كده ونشوف. ما شاء الله، لون الخيار اصفر معانا تماما، مفيش اي ريم على الوش، حلو قوي. نفتح بقى على الخيار المخلل. بسم الله. الله على الجمال. شايفين شكل الفقاقيع؟ شايفين سطح الخيار المخلل عامل ازاي؟ ريحته كده اول ما فتحت البطرمان عظمه. نطلع كده الخيار بتاعنا. شايفين الجمال؟ بسم الله، حلو قوي. واخد كده من طعم النعناع والثوم، طعمه حلو قوي. اسهل واحلى وانجح طريقه هتعملوا بيها الخيار المخلل في البيت، بجد طعمه تحفه، لازم تجربوه. في نهايه الفيديو لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان ناكل وصفات كتير. تحياتي ليكم.